خلّينا نتّفق كده إن أي علاقة ما بين 2 عمودها الفقري الأمان، الأمان اللي بيخلّيني أقدر أحكي لك كل حاجة من غير ما أبقى خايفة إنك تفسّر الأمور ضدي، الأمان اللي بيخلّيني نايمة وأنا متطمنة إن بُكرة ما فيش غدر، ما فيش مشكلة كبيرة هتحصل. الحقيقة إن الأمان ده ما لا يُصنع بسهولة، يعني فكرة إن أنا أطمّن لحد دي مهما حاولت توصف نَفْسك إنّك شخص سهل تطمّن اللي قُدّامك، بيبقى في حتّة كده اللي قُدّامك لمّا يكون مش أهل للأمان ده، تساؤل كده بيسيبه جوّاك، والحقيقة إن التساؤلات دي بتبقى مزعجة جدًا. علشان خاطر تقدر تطمّن اللي قُدّامك وتقدر تحظى بعلاقة سليمة، لازم تبقى بتاخُد من اللي قُدّامك نَفْس القدر من الأمان، يعني ما ينفعش تبقى أنت حاول تطمّن اللي قدّامك وأنت مش متطمّن. لو الناس فهمت إن الحقيقة إن العمود الفقري دايمًا لأي علاقة إن إحنا نتطمّن لبعض، نقدر نحكي لبعض من غير ما الآخر ياخد علينا كلامنا ويحاسبنا عليه، نقدر نتطمّن إن إحنا في إيد أمينة، ده أعتقد أقوى وأفضل شعور ممكن الإنسان يحس بيه. طول ما أنت بتطمّن اللي قدّامك أعتقد إن إحنا بنحب جدًا منطقة الأمان بتاعتنا، لإنها أعتقد هي دي منطقة الراحة الوحيدة في الدنيا الصعبة اللي إحنا عايشينها. حاولوا طمّنوا بعض وما تستفسرش في اللي قدّامك إنّك تطمّنه وتطمّن بيه كمان علشان خاطر للأسف الدنيا بقت مخيفة بالقدر الكافي. أنا نرمين هيكل ودي قناة لحظة وعي، ويمكن اللحظة دي تغيّر اللي بعدها.